وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning, good afternoon, good evening everyone. As we started some series or live on Facebook on English topics for the IELTS, TOEFL, how to start as a teacher and how to start as a student. النهارده ان شاء الله يا جماعه هنتكلم عن حاجه جميله قوي قوي. اولا يا ريت اعرف كده، وحد الله كده، قول لا اله الا الله. لو انت سامعني كويس خليني اشوف كده. وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On English topics for the IELTS, TOEFL, how to start as a teacher and how to start. شغال اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لو شايفنا كده وحد الله كده وخلينا نبدأ مع بعض واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ما سهل إلا جعلته سهلا، فإنك إذا شئت جعلت الصعب سهلا. يا أرحم الراحمين اجعل الصعب سهل يا رب. طيب first of all للناس اللي أول مرة تشوفني، أنا يوسف زكي، تيتشر وتيتشر إديوكيتور. يعني بعمل شوية حاجات كده تخص الإنجليزي، سواء على أو في الأمريكان دبلومة اللي هو بيسموها الديجيتال سات أو السات بما إنه هيرجع خلاص. برضو بعمل حاجات زي كورسات كده للثانوية العامة، وحتى دروس للثانوية العامة. بدي كورسز تخص الايلتس للناس اللي عايزة هجرة أو جامعة. شغال كورسز للكونفرسيشن من أول مستوى الصفر خالص لحد المستوى العالي. شغال كورس teaching teachers for American diploma، كورس كده مدته 5 ساعات بس، بيعلمك يعني ايه اصلا American diploma وازاي تدرسها بكل بساطة، وبديك شوية كتب كده جميلة قوي تشتغل منها. طيب النهاردة ان شاء الله يا جماعة we are going to talk about a very nice topic، ألا وهي الانجليش نفسه على بعضيه. يعني ايه انجليش اصلا؟ ايه المهارات اللي لازم اتعلمها؟ حبيبي الله يبارك لك، متحرمش يا ريس. ايه المهارات اللي انا لازم اتعلمها؟ كمان لحظة واحدة معلش، اتأكد من الصوت. بسم الله. شوف في حد كده بيقول لي الصوت تمام، بس انا مش عارف تمام ولا مش تمام. اللي هو بيسموها الديجيتال سات او السات بما انه هيرجع خلاص. حبيبي تسلم. طيب تمام خالص، يبقى كده الصوت شغال. بصوا بقى، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التيتشنج تيتشرز كالمعتاد، ولكن النهارده هناخدها من ناحيه الستودنتس شويه. يعني ايه؟ يعني احنا هنتكلم عن ازاي اطور الانجليش بتاعي، او انا كمتعلم، سيبك من تيتشر اصلا، انا كمتعلم ازاي اطور الانجليش بتاعي. خلينا نبدا كده. بسم الله. let me share my screen. يلا كده يا جدعان، بسم الله. زي ما قلت لك ان انا اسمي يوسف، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الانجليش. خليني اسالك سؤال لو انت متابعني. if you want to play the piano you should do what؟ لو انت عايز تتعلم البيانو، او حتى ان انت عايز تتعلم ازاي تسوق عربيه، او حتى ان انت عايز تتعلم اي مهاره جديده، عايز تعمل صوره مثلا فوتوشوب، عايز تعمل شغل جديد، تاسك معينه جديده في حياتك، المفروض بتعمل ايه؟ يا ريت تكتب في الكومنت المفروض بتعمل ايه. خلينا ابسطها لك، هل حضرتك بتستنى حد يديك محاضره عن الموضوع وبعد كده بتنفذ، ولا وانت بتسمع بتنفذ، ولا بتسمع بس من غير ما تشوف وتنفذ، ولا ان انت بتستخدم كل حواسك وكل حياتك في الحاجه دي وتتقنها على قد ما تقدر؟ يا ريت تكتب لي في التعليق.
حبايبي حبايبي ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب والله هو زي ما بيقولوا كده اتس ا ميكس او ميكستشر بالحاجات دي. يعني مثلا انا لو بتعلم بيانو والله اقدر اخلي حد يعرفني يعني ايه اصلا بيانو، النظام التشغيل اللي بتاعه شغال ازاي، وفي نفس الوقت اقول له طب عرفني الاساسيات كده ومشي لي ايدي عليها. فانا كده ببراكتس اللي انا بسمعه او اللي انا الثيوري او النظريه، وفي نفس الوقت ببراكتس بقى مع نفسي وبغلط وببوظ الدنيا وبخلي الدنيا تضرب في بعضيها وبنطق احيانا غلط وبقلد غلط عادي. يعني انت انسان من حقك ان انت تغلط، وبرضو في نفس الوقت بيكون عندي في الاول حماس وبعد كده بيقل شويه شويتين ثلاثه، بعد كده بيرجع تاني الحماس، بعد كده بيقل شويه. يعني ده طبيعي، فاهمني؟ او هو تعليم اللغه الانجليزيه بالظبط هو ده. والله انت عايز تتعلم انجليش، ماشي جميل قوي، لازم تعرف يعني ايه انجليش. وده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. هو يعني ايه اصلا اللغه الانجليزيه دي على بعضيها، ايه هي؟ تمام. رقم 2 اللي احنا هنتكلم عنه الا وهو انا عرفت يعني ايه انجليش وايه المحتوى بتاع الانجليش اللي المفروض ان انا اذاكره او ان انا اثقف نفسي فيه. طيب الحاجه اللي بعد كده ايه؟ فاهم قصدي؟ الحاجه اللي بعد كده ايه؟ بعد ما اعرف طب انا مطلوب مني براكتس، وانا عملت لك لايف الحاجات المجانيه والابلكيشنز المجانيه اللي تنزلها على تليفونك وتكلم ناس اجانب ببلاش، هتلاقي اللايف على صفحتي. طيب ايه تاني بعد كده؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. تعالوا الاول اقول لك ليه الانجليزي مهم، يعني why English is important and a sad story about English is كذا كذا كذا. اولا اللغه الانجليزيه دي لغه السفر. يعني بص هقول لك على حاجه، خليني اديك مثال. انا في يوم من الايام كنت في اوغندا اللي هي في افريقيا، على فكره مش بشتغلك ده حقيقي، واتجمعت انا وواحد سوري وواحد مغربي وواحد امريكي في مطعم، تمام. وكان معانا واحد كان من فين يا ربي، اللهم صل على محمد، كان من دولة اسمها جزر القمر او جزر القمر، والله ما عارف بتنطق ازاي، تمام. فتخيل واحد اصلا بيتكلم فرنساوي اللي هو بتاع جزر القمر ده، والامريكي بيتكلم انجليزي، وانا بتكلم عربي مصراوي، والسوري بيتكلم عربي سوري، والمغربي بيتكلم فرنساوي متعرب. فتخيل احنا عشان كلنا نتجمع ونتكلم، اتكلمنا بانهي لغه؟ يا ريت تعرفني. قول لي كده في التعليقات. انت متوقع ايه اللي حصل؟ يعني احنا اتكلمنا بانهي لغه؟ ايوه كده، دي حقيقه مش هننكرها للاسف، او مش للاسف، معلش، هي لغه تواصل. ففي فرق طبعا في فرق ما بين اللغه ان هي تكون لغه تواصل، ما بين لغه انت بتتنطط بيها وتعوج لنا لسانك الله يبارك لك. في فرق ما بين الاثنين، خلاص. يعني فور اكزامبل لو انا مثلا بتكلم وبقول ماي نيم از يوسف، لا ما تقوليش ماي نيم از يوسف اور يوسف، او ماي نيم از ساره. ايه يا حاجه اسمك ساره؟ في ايه؟ في ايه فعلا؟ في فرق ما بين ان انت تعوج لسانك وعقلك وتمشي زي القطيع ورا الناس، ما بين ان انت تعرف لغه التواصل. فاهم قصدي؟ just for communication. فهي بالنسبه لي انا لا تتعدى لغه للعمل والكوميونيكيشن للتواصل، بس ما تاخدش وضعها اكبر من كده. لكن انا اعتز بلغتي جدا وثقافتي والايدنتيتي، الهويه بتاعتي، والا هبقى ماليش لازمه انا وانت واي حد كده، تمام. فالانجليزي مهم عشان لما انا اتحطيت في الموقف اللي بقول لكم عليه واحنا في المطعم ده في اوغندا، كنت في زياره هناك، بما ان انا كنت مسؤول عن اللغه الانجليزيه لفتره من الزمن كده في اماكن في افريقيا تبع المجلس الازهري لتعليم يعني الثقافه الاسلاميه وكده باللغه الانجليزيه. فزي ما بقول لك كده اللي حصل كالاتي: لما احنا اتجمعنا مع بعض ولغتنا اختلفت، اتجمعنا على الانجليش، كنا فاهمين بعض والدنيا مشيت بيس. طيب اديك مثال تاني برضو،
لو انت رايح الامارات والشخص السواق ده بنجالي، والشخص اللي انت بتجيب منه في السوبر ماركت باكستاني، والشخص اللي انت واقف سكيورتي من افريقيا، والشخص اللي انت بتشتري منه في السوبر ماركت من مصر، الناس دي كلها بتتجمع في الامارات، وحاليا السعوديه وقطر والكويت بيتجمعوا بانهي لغه؟ رد عليا، بيتجمعوا ازاي؟ بيتكلموا انجليش. انت متخيل انت هتتكلم ازاي باكستاني وبنجلاديشي؟ لكن هي لغه بتجمع الناس في الوقت الحالي بما انها هي المسيطره. تمام؟ فده سبب وجيه انه يخليك تتعلم اللغه الانجليزيه كويس. طيب انا دلوقتي عارف انجليزي بس انا مش بعرف اشبك الكلمات في بعضيهم، جاي لك انا في الكلام كمان شويه. طب انا هعمل بيه الانجليزي؟ ما انا جاي لك اهو. انت عايز تسافر هنشوف لقمه عيشك، فانت محتاج انجليزي. طب انت راجل مبرمج، انت محتاج انجليزي. طب انت راجل 100 وعندك شغل، انت محتاج تتابع التكنولوجي والاي اي والكلام ده بالانجليزي يا حبيبي. بص ما فيهاش خلاص، فاحنا خلينا نقول كده English is important، بل ان هو significant يعني. خلاص. طيب من اسوأ الستوريز او من اسوأ المواقف اللي انا تعرضت ليها، مش هنسى ابدا ان انا اول مره اخد كورس مع حد يعني الله يسامحه ويهديه يا رب، بالنص كده قال لي انت نطقك يقرف، وانا في اولى اعدادي. انت متخيل؟ والله العظيم قعدت متعقد من الدنيا كلها ومن الانجليزي وسيرته لحد ما خلصت ثالثه ثانوي. فمن اصعب المواقف اللي يعني هو ما قاليش نطقك يقرف بالنص، هو قال لي انت ليه بتتكلم بالعربي بس بالانجليزي؟ يعني ليه بتقول I am يوسف I am from Egypt؟ تمام؟ مع ان الكلام ده يعني في وقتها كان كويس، ما حدش كان بيتكلم اصلا كلمتين على بعض، بس هو قفلني من الماده كلها على بعضيها. فدي كانت من اصعب واسوأ المواقف اللي انا تعرضت ليها فيما يخص الانجليش. برضو كان موقف تاني حد حكاهولي من الطلبه، ان بعض التيتشرز او الترينرز، واحد حضر له كورس فبيقول اللي هيقول ووتر يبقى فلاح. ايوه ما كلنا فلاحين، انت جاي منين؟ انت في ايه؟ انت مين اصلا عشان تقول كده؟ تمام؟ فعادي، ايه مالها ووتر يعني؟ مالها؟ انت شايفها ان هي غلط؟ يبقى انت راجع نفسك بقى لو انت شايفها ان هي غلط. ماشي؟ برضو كان من المواقف اللي انا سمعتها من الطلبه عندي اللي جم بياخدوا معايا كورسز ومكملين ما شاء الله، منهم ناس اوريدي شغاله معايا مدربين دلوقتي. كان من اصعب الحاجات اللي اتعرض ليها الطلبه ان حد بيقول له ان اي غلطه تغلطها قول ده امريكي وقول ده بريطاني وانت تخلع من الموضوع. قال لي كده والله. قال لي مثلا انا كنت بغلط في السبيلنج في الكتابه، فالمدرس مثلا كان بيغلط في الكتابه عندهم على البورد ولا في الشيت اللي كان بيديه لهم، فيقول لهم دي امريكي، ولو ما غلطش يقول اصل دي بريطاني، ولو كتب حاجه غير الحاجه او نطق حاجه غير الحاجه يقول لهم دي امريكي. فعشان كده بنقول just stick to one accent و one way of spelling و one way of grammar one way of vocab. في كل الكورس تخليك تستيك كده لحاجه معينه. يعني انا بستيك مثلا للبريتش انجلش شويه، في ناس بتستيك للامريكان انجلش. ايه المشكله طالما ان انا هفهمك يعني؟ فدي برضو من اسوأ الحاجات اللي عدت على الطلبه او اللي مرت عليا ان انا اسمعها من الطلبه بتوعي. فاحنا كده اتكلمنا عن ليه الانجليزي اصلا مهم قبل ما نبدا الكلام، وعن قصص كده حزينه. مش عايز احزنك معايا، بس انا من اجمل القصص اللي مرت عليا هي ان حد شجعني وعطاني 10 جنيه وانا في تانية ثانوي بسبب ان انا كتبت باراجراف صح. ال10 جنيه ساعتها كانت، ما انا كبير على فكره في السن شويه، كانت يعني بمثابه كنز. انا لسه شايلها معايا لحد دلوقتي. يعني انت متخيل القيمه بتاعتها؟ مش ال10 جنيه، القيمه بتاعتها ان هو حسسني ان انا ماشي في الطريق الصح. ربنا يا رب يبارك فيهم ويبارك في كل معلمينا يا رب. طيب تعالوا نمشي مع بعض واحده واحده. انجلش از وات او واتس انجلش؟ ايه هو الانجليزي ده؟ بص يا سيدي، الانجليزي ده
ليه حاجتين كده، ما ينفعش واحده او ايدين زي واحد بيلعب بوكس، لازم الايدين يكونوا اقوياء جدا جدا، لازم يكون اليمين والشمال بيضربوا بقوه، او واحده بتصد جدا والتانيه بتضرب جدا جدا، فالاتنين لازم يكونوا اقوياء. عندنا حاجه اسمها السكيلز زي الاستماع اللي هو الليسننج، دي مهاره، واول ما اسمع بعمل سبيكينج، دي مهاره. وعندي الريدنج اللي هو مهاره القراءه، واول ما اقرا بعمل رايتنج. صح كده ولا ايه؟ كلام عقلاني. احنا عندنا انبوت، حاجات بتدخل للعقل اللي هي عن طريق الليسننج ان انا بستمع، وان انا ريدنج اقرا، وحاجات بتطلع اوتبوت او برودكتيف سكيلز اللي هي سبيكينج، وايه تاني بيطلع؟ كتابه اللي هو الرايتنج. فانا بسمع بتكلم، بقرا بكتب، بس كده. طيب ده اولا، يعني ده اولا. في حاجات بتعزز اللغه المنطوقه اللي هو الاستماع يخدم على التحدث، وفي اللغه المكتوبه ان انت تقرا كتير اوتوماتيكالي زي ما بيقولوا، تكتب كتير. تمام كده يا غالي؟ فاحنا عندنا سكيلز اللي هي الانبوت والاوتبوت، وعندنا الاوتبوت اللي هو السبيكينج رايتنج، وعندنا سبوكن لانجويج والريتن لانجويج. طيب انا دي الايد الاولانيه اسمها ايد السكيلز، لازم يبقى عندي listening استماع، لازم يبقى عندي speaking التحدث، لازم يبقى عندي reading القراءه، لازم يبقى عندي writing اللي هو الكتابه. طيب ايه كمان الايد الثانيه دي المفروض تبقى ايه؟ المفروض تبقى حاجه اسمها systems. هل systems هنا معناها النظام اللي هو النظام؟ لا، اللي هي نظام التشغيل اللغة. انت بتسمع لإيه؟ لكلمات، بتقول ايه؟ كلمات، وبتقرأ ايه؟ كلمات، وبتكتب ايه؟ كلمات. طيب الكلمات دي ليها ايه؟ احنا عندنا شوية حاجات كده بنسميهم نظام اللغة الإنجليزية. ايه هو نظام اللغة الإنجليزية ده يا جدعان؟ حبيبي الله يبارك لك، الله يبارك لك يا رب، تسلم. ماشي زي الفل. لحظة واحدة نشوف مين اللي بعت سؤال، يمكن حاجة تخص الموضوع. كده انا سايب لك اللايف يا ريس، تعلق فيه في اي وقت يا باشا. في حد في يا شيماء، في ناس شغلانتها الفزلكه، الله يهديهم. فعلا صح كده، توب ماشي يا مروه. عايز اسافر. طيب تسافري وتروحي فين؟ احنا خلاص قاعدين لكم هنا. فاحنا عندنا يا جدعان، احنا عندنا اكتر من حاجه. زي ايه؟ زي ان احنا عندنا السيستمز، عندنا اكتر من حاجه. عندنا الكلمات دي سيستمز، عندنا البرونانسيشن النطق ده سيستم للغه، عندنا الجرامر اللي هو النحو او القواعد، ان انت تحط الكلمات اللي انت بتسمعها اللي ليها نطق دي في جمله صحيحه في الزمن بتاعها. وعندنا حاجه اسمها الفانكشنال لانجويج اللي هي اللغه الوظيفيه. يعني انت مثلا عايز تقول له بعد اذنك تقول له بليز، فبليز دي عباره عن ايه؟ بتقول له بليز دي عباره عن كلمه ليها نطق، ليها برونانسيشن، ليها زمن دلوقتي حالا اسمه البريزنت. فاهمين قصدي؟ والفانكشنال لانجويج بتاعتها اسمها البولايت لانجويج. يعني ايه؟ يعني اللغه المؤدبه. فاهم قصدي؟ زي انت مثلا عايز تعرض تأوفر something، فتقول له will you كذا كذا، can you كذا كذا، may you كذا كذا، would you كذا كذا. فدي عباره عن ايه؟ عباره عن كلمات مالها لها نطق في زمن، يعني لها قاعده، وغرضها اللغوي او وظيفتها اللغويه ان هي تعمل ايه؟ ان هي تعمل offering something، ان هي تطلب حاجه، تطلب منك حاجه. تمام كده؟ ربنا يبارك فيكم. لو لسه بتسمعوا شير بقى، شيروا على الصفحات بتاعتكم. طيب يبقى احنا عندنا ايدين في اللغه.
الايد الاولانيه كان اسمها السكيلز اللي هو الليسننج، سبيكينج، الريدنج، الرايتنج. الايد الثانيه كان اسمها السيستمز، وظائف اللغه. طب انا بقول لك ليه كده؟ ليه بقول لك كده؟ لان انت لازم تشتغل على الاثنين، لازم تشتغل على السكيلز بتاعتك ولازم تشتغل على السيستمز بتاعتك برضو في اللغه الانجليزيه. اديني بس كده يعني مره في حياتك تقدر تتعلم listening من غير ما تعرف ايه اللي انت بتسمعه ازاي؟ طيب وايه الغرض منه ازاي؟ والاصوات اللي انت بتسمعها دي بتعبر عن ايه؟ لازم تعمل كده. فانا السكيل مرتبطه بالسيستم، والسيستم هو اللي بيكمل السكيل، فلازم تاخد بالك من الحته دي. تمام كده؟ طيب يبقى احنا لحد دلوقتي اتكلمنا ايه هو الانجليش، عباره عن ايه، اتكلمنا برضو عن ايه هو الانجليش من حيث السكيلز كسبوكن لانجويج وريتن لانجويج، واتكلمنا عن السيستمز. خلاص تعالوا بقى دلوقتي انا عرفت يعني ايه سكيلز اللي هو الليسننج، سبيكينج، تحدث، الاستماع والتحدث، والقراءه والكتابه. وعرفت يعني ايه سيستمز اللي هو الكلمات، ان انا احفظ كلمات وان انا اعرفها بنطق صحيح وان انا احطها في قاعده صحيحه وان انا اعرف الوظيفه اللغويه بتاعتها. تمام؟ طيب النكست ستيب بقى ايه؟ لازم تعرف تحديد مستواك يا جميل عشان تعرف بالظبط هتبدا منين. تعرف بالظبط بتبدا منين. احنا عندنا كم مستوى يا يوسف في اللغه الانجليزيه؟ يا ريت الناس تجاوبني كده. انت عندك كم مستوى؟ احنا عندنا 6 مستويات في الانجليش. عندنا A1، A2، B1، B2، C1، C2. عندنا 6 مستويات. في بعض الاكاديميز بتخلي ال6 مستويات دول 12، في بعض الاكاديميز بتخليهم 18، في بعض الاكاديميز بتخليهم 28 مستوى. مش مشكله، المهم ان احنا عندنا A1، A2، B1، B2، C1، C2. طيب اقدر اخلصهم في قد ايه؟ انت وشطارتك. لان انت عشان تقفز من A1 اللي هو المبتدئ لحد C2 اللي هو native like او native، خلاص اللي احنا بنسميه مستوى الاكسبرت اللي هو الخبير في اللغه، عشان توصل للحته دي اللي انت شايفها قدامك في الشاشه، انت عايز في كل مستوى تتدرب على الاقل 200 ساعه تدريبيه، 200 ساعه شغل، 200 ساعه تعب، 200 ساعه تشتغل على السكيلز، و200 ساعه تشتغل. يا نهار ابيض، محتاج وقت، ومحتاج ان انت ما تزهقش، وان مزاجك يبقى كويس، وان انت تبقى تعرف الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي. طيب عرفنا اكتر يا يوسف عن المستويات دي. بص يا ريس، A1 ده مستوى مبتدئ خالص، وغالبا الناس بتسميه مستوى الاليمنتري او مستوى الانترو اللي هو انت بس بتتعرف على اللغه. المستوى ده بينقسم لنوعين، في حد هو فعلا مبتدئ مش عارف حتى الحروف، وفي حد عارف الحروف على كام كلمه بس هو ما زال مبتدئ ما يعرفش يكون اي حاجه، فده بنسميه A1. بيعلى شويه بعد حوالي 150 ل 200 ساعه تدريبيه، بنحطه في مستوى تاني اسمه A2. بيعلى شويه بنحطه في مستوى اسمه يعني intermediate اللي هو المستوى المتوسط اسمه B1. ممكن نحلى بالمستوى حبه نسميه upper intermediate اللي هو B2. تمام؟ بنحلى بالمستوى حبه تاني بنسميه C1 اللي هو native like، وعلى فكره ده مستوى جبار ومش سهل ومش كل الناس كده. طيب C2. طب انا مطلوب مني مستوى A عشان اعرف افهم اللغه واتقنها واعرف موضوعات مختلفه واتكلم في اي حاجه قدامي حتى لو بلغه محدوده، واسمع اي حاجه افهم المحتوى العام بتاعها، واكتب بشكل كويس واقرا بشكل كويس. انا محتاج اكون في انهي مستوى في دول؟ يا ريت ترد عليا لو انت بتسمع، خمن كده انت صح كده. انت كده محتاج ان انت تكون B2. ده المستوى اللي عليه معظم الناس، حتى مدرسين الانجليش بتوعك مستواهم معظمهم ما بين B1 و B2. خلاص؟ طيب انا دلوقتي عايز اسافر،
عاوز اسافر، عاوز اظبط حالي، المفروض او المفترض مني ان انا اعمل ايه؟ ان انت مستواك يكون B1 على الاقل خالص. طب B1 ده يعني اعمل ايه؟ تعرف نفسك بشكل محدود، تتكلم عن موضوعات محددة انت حافظ فيها كلمات، تتكلم عن تقرأ مواضيع معينة وتفهمها مناسبة لمستواك، تكتب لغة محدودة القواعد والمصطلحات، بس انت ما زلت بتعرف تكتب، ما زلت بتعرف تتكلم، بس لغة محدودة. تمام؟ طيب انا دلوقتي انا عايز اخد، يعني انا خلاص انا معاك، انا عرفت يعني ايه انجليش ليه مهم، عرفت ساد ستوري وهابي ستوري عن الانجليش، ظبطت، عرفت الانجليش ده حتتين، قبضتين، قبضة المهارات وقبضة السيستم النظام بتاع اللغة، وعرفت دلوقتي ان في 6 مستويات. طب ابدا ازاي؟ ابدا ازاي؟ بص، هو انا بصراحه عامل اللايف ده يعني جاست يعني ليكم، ربنا يا رب يتقبل، بس ده ما يمنعش ان انا اقول لك انا بدي الكورسات دي من اول 0 لحد المستوى اعلى مستوى، لحد ما انت هتقول لي انا كده تمام، انا كده فعلا بشوف الموفي او بسمع السونج بلقط منها كتير خالص، واشوف اي حاجه قدامي دلوقتي بقراها وبفهمها. تمام؟ طيب انا عايز ابدا وانا 0. هتقول لي انا عايز ابدا من 0، اقول لك لا مش هينفع يا مستر، انا مستواي متوسط. برضه انا مش مصدقك، انا لازم اعمل لك حاجه اسمها بليسمنت تيست، يعني تحديد مستوى، تحديد مستوى. طب انا تيتشر ما يخصنيش، طب انا اصلا انا ترينر في الجامعه مش عارف فين ما يخصنيش، طب اصل انا مش بقول لك ما يخصنيش، انا يخصني ان انا احطك على حاجه اسمها السيفر، اللي هي حاجه كده اوروبيه بنعرف منها مستويات الطلبه اللي عندنا ام سوري، بعرف منها مستويات الطلبه اللي عندنا، وبعديها يا سيدي بعمل ايه؟ بقول لك انت مستواك في الحته مثلا بتاعت E2، عشان توصل ل B1 اللي هو المستوى المتوسط المفروض تتعلم كذا وكذا وكذا وكذا، يلا نعملهم. تخيل ان انا مش عارف مستواك وانت مش عارف مستواك، وجيت قلت لي انا مستواي متوسط وانا سمعت كلامك. تخيل هطبع لك الكتاب بتاع المستوى الايه؟ المتوسط، وهتسمع اغاني بتاعت ايه؟ المتوسط، وتقرا ايه؟ المستوى المتوسط، وانت اصلا مستواك مبتدئ. هل هتستفيد؟ والله ما هيحصل. هل اصلا هتكمل الكورس؟ لا، لان الكورس مش في مستواك، فتحس ان انا بكلمك هيروغليفي، انت مش فاهم انت ايه بالظبط وجاي ليه وبتعمل ايه. عشان كده تحديد المستوى احنا بنقول عليه الفيرست ستيب، رقم 1 يبقى عندك الدافع، رقم 2 تحديد مستوى. خلصت، ما فيش تشغيل دماغ. وما ينفعش واحد يقول لك بص تعالى بس نبدا واول محاضره نحدد مستواك. يا باشا انت هو اكل عيش وخلاص؟ ايوه هو اكل عيش بس مش وخلاص، يعني مش باللي انت بتعمله ده، يعني بالله عليك ما ينفع اللي انت بتعمله ده. خلاص؟ طيب نيجي بقى، انا عايز احدد مستواي وعرفت وعايز ابدا. مفيش موقع كده معين او حاجه تحدد مستواي فيه يا باشا. بص هنا على السلايد اللي انا فاتحها، وقف اللايف لحظه، اكتب الرقم ده عندك على الواتساب وابعت لي، قول لي يا مستر يوسف انا سمعت اللايف بتاعك وعايز اعمل تحديد مستوى مجاني. ايه؟ مجاني بنسبه 100%، مجاني. هبعتهولك تحله، وهدخل انا وانت هكلمك كام حاجه تجاوبني، وهتحل كام قاعده وتجاوبني، اقول لك انت مستواك كذا. كده احنا النهارده اتكلمنا عن ان انا الانجليش ده ميكس من كل حاجه. ما ينفعش تتعلم قواعد بس، ما ينفعش تتعلم كلمات بس، ما ينفعش تركز على السبيكنج بس، لا انت حتى في يا جدع انا لما بيجي لي حد بيقول انا عايز كورسات محادثه، بالله العظيم بالله العظيم انا بقول له لا، انت هتاخد ريدنج. انت ازاي هتديني اوت بوت منتج بدون ما يكون عندك مدخل؟ انت لازم تسمع وتقرا عشان تعرف تتكلم، انت لازم تسمع وتقرا عشان تعرف تكتب،
انت لازم يبقى عندك كلمات ونطق صح وقواعد، وتعرف وظيفه كل كلمه في الجمله عشان تعرف تديني جمله نظيفه، جمله حلوه. فاهم قصدي؟ تتكلم في توبيك بشكل محترم، تكتب ايميل بشكل كويس، تكتب مثلا ستوري او مثلا فيبل او ايا يكن بشكل محترم. يعني انت فاهم؟ فازاي هو منين يودي فين. خلاص اتكلمنا برضو عن ليه الانجليزي مهم، ليه الانجليزي مهم. اتكلمنا عن ايه هو الانجليش كسكيل وكسيستم. اتكلمنا عن تحديد المستوى، وقلت لك ان انا ان شاء الله عامل لك تحديد مستوى مجاني. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان هو يتقبل مني ومنكم. ولو محتاج اي مساعده في الانجليش تقدر تكلمني في اي وقت. ربنا يا رب يبارك فيكم، واسال الله العظيم ان هو يعني يبارك في العمل الطيب ده ويخلينا نقدر نستمر معاكم قدر المستطاع. يا ريت لو عندك اي سؤال ابعت، اي سؤال ابعته على الواتساب او حتى في التعليق، وشيل لو انت مستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.